الباميه هاتيها واسلقيها، اما البتنجان فانت هتقدري بمعلقتين زيت بس تحضريه. اصل احنا النهارده عاملين اكله اقتصاديه، يعني بدون لحمه ولا فراخ. تابعوا معايا الفيديو للاخر وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين، ويلا مع بعض نبدا ونقول بسم الله. معايا نص كيلو من الباميه. دايما اختاري طالما هنسلق باميه النهارده وهنعملها بدون لحمه ولا فراخ، فنقيها الباميه الكبيره شويه عشان تبقى سهله معاكي. طبعا الباميه بنغسلها ونسيبها لحد لما تتصفى، وبعد كده نبتدي نقمعها. يعني ايه نقمعها؟ يعني نعمل اللي انا كنت بعمله ده وتقطعيها شرايح صغيره. اما بقى حكايه البتنجان ده يا جماعه، فانا بطلت اقلي بتنجان من زمان. عارفين ليه؟ لان انا بختار صحتي. صحتكم يا جماعه، كفايه زيت، هما معلقتين زيت بس، واخليكي تعملي النهارده مسقعه تحلفي بيها، ولا اقول لكم بلاش تحلفي بيها دي عشان بتزعلوا، تقولوا عليها الله وتسلم ايدك يا نشوتي. بجيب بقى البتنجانيه وقطعتها زي ما انتوا شفتوا معايا كده، وبروح اجيب الاكياس الحراريه. يا نشوة ده الاكياس الحراريه دي غاليه؟ لا لا لا، مش غاليه خالص والله. الباكت هتلاقوا فيه مثلا 6 اكياس ومش هيعدي ال 25 جنيه، يعني هتعملي 6 مرات او 6 اكلات فيه. هتجيبي الكيس الحلو ده وهتضيفي له معلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار من الزيت، ملح، فلفل اسود وكمون، وكمان قطعة توم كبيرة شوية. هتضيفي عليهم كمان معلقتين كبار من معجون الطماطم او صلصة الطماطم، وهتكوني محضرة طماطمتين وحدتين متقطعين بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا ده. كل المقادير دي البتنجانية واحدة بس. بعد كده بجيب كمية البتنجان وبحط معاها كمان وحدتين من الفلفل كده عشان يحلوا المسقعة بتاعتنا الحلوة دي، وابتدي اقلب في الكيس. للاسف طبعا اللي انتوا هتشوفوه دوت يعني حاجه مش قادره اقول لكم ايه اللي حصل. الكيس اتقطع. تعملي ايه يا نشوى؟ رحت جبت كيس تاني، وده طبعا بيرجع لنوع الاكياس اللي انت بتستخدميها، فالنوع ده مش حلو. النوع فالكون حلو جدا. بتدخل الفرن على درجه حراره 200 مده لا تقل عن 35 دقيقه. بعد كده بتروحي في حله عندك على النار، بتضيفي كوبايتين من الميه الكبار. بتكون محضره بقى ايه بصل وطماطم وجزر، وكمان بضيف عليهم كمون وملح وفلفل اسود، وكمان بضيف عليهم معلقه كبيره من المرقه الفوريه. كمان بكون محضره نص كوبايه من العدس الاصفر، مغسول ومنقوع ومتصفي زي ما انت شفتي معايا كده، بس اهم حاجه تغسلي العدس كويس جدا. ايه يا نشوى ده وانت تعملي شوربه عدس؟ حاجه زي كده يعني. بتضيفي بقى الكميه دي كلها واكنك فعلا بتعملي شوربه عدس لحد لما الجزرايه تستوي معاكي، وبعد كده تروحي ضرباها بالهاند بلندر او في الخلاط يا ستي، مفيش مشكله. وتجيبي بقى الباميه اللي احنا قطعناها في الاول وقطعناها شرايح رفيعه، وتروحي ضيفها على العدس. ايه يا نشوى ده انت بتعملي عك ولا ايه؟ لا يا جماعه مش عك. لو انتوا بقى من ايام زمان والناس الحلوين كده اللي بيتفرجوا عليا وعارفين انا بعمل ايه النهارده، انزلوا حالا في التعليقات او الكومنتات اكتبوا لي انا النهارده بعمل ايه. هتسيبي بقى الباميه كده على النار، على نار هاديه، وتعالي بقى نحمر لنا 3 بصلات كده حلوين في معلقتين كبار من الزيت، وعليهم كمان معلقتين من الثوم. بتفضلي تقلبي وتحمري وتقلبي وتحمري لحد لما تشمي ريحه تحميصه الثوم، وهوب بتروحي ضايفه الطشه، بس مش كلها، يعني سيبي حبه كده نزين بيهم الطبق بتاعنا، وتهدي عليها النار خالص وتسيبيها كده لحد لما تاخد وتدي مع نفسها وتبقبق. والله على الريحه، الله على الريحه والجمال. انتوا لسه معرفتوش انا بعمل ايه؟ عملت ايه يا نشوى كمان؟ عملت المسقعه الحلوه الاقتصاديه اللي بمعلقتين زيت ديت، طعمها فوق الرائع، مشويه وطعمها حلو قوي. النهارده يا جماعه كنا بنعمل الباميه الويكا. عارفه ان ناس كتير قوي هتنتقد وتقول معقول يا نشوى باميه على عدس؟ لا، ده غير كده وكده، ان الويكا كمان او الباميه الويكا ممكن تتعمل من غير عدس خالص، اللي هي الويكا الصعيدي، مش بيعملوها بعدس. فانتوا دلوقتي ممكن تختاروا، حابين تجربوها بالطريقه دي الطريقه المفضله ليا، وطعمها بيبقى حلوه حلاوه. عندك بقى عيش كتير قوي، بتنجان بقى والفلفل، والله الله. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير وشير كتير. بحبكم قد كده اهو. منشونوا اصدقائكم اللي بيحبوا الاكلات الاقتصاديه الموفره بتاعت زمان. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.